السلام عليكم مشاهدي الكرام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم كلاص ديال الضيافه معلق بالنوغاتين والكراميل، كيجي رائع ومطابق تماما للكلاصات اللي كيتباعوا في المحلات المتخصصه من حيث القوام والمذاق. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم. خليكم تاخذوا المقادير والطريقه وفرجه ممتعه. اذا اول حاجه غادي نصاوبوها هي النوغاتين. غادي نحتاجوا 150 غرام ديال اللوز خضر ما يعادل كاس عنبه ونص. غنحتاجوا كذلك 150 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل كاس عنبه. وعندي هنا 2 المعالق كبار ديال الماء بارد، واخيرا واحد النص ديال الحامضه. اذا نبدا على بركه الله في مقله وعلى نار متوسطه هادئه. كندير السكر، كنضيف عليه الماء وكنعصر فوق منه الحامض. دابا غادي نبدا نحرك شويه حتى كذوب ديك السنيده وكيولي الخليط ديالي سائل. ثم كنضيف عليه اللوز وكنبقى نطيبو في داك السيرو حتى كنسمعو بدا كيطرطق، وفي نفس الوقت ديك السنيده كيولي اللون ديالها عسلي فاتح. هذا هو الشكل ديالو كي تيكون. ردوا البال لانه تيكون ساخن بزاف، يعني ما خاصكمش تقيسوه بايديكم. دابا غادي نزولو من فوق البوطه وغادي نكبو فوق ورق الطهي اللي دهنته مسبقا بشويه ديال الزيت. كنحاول انني نبسطو قدر الممكن. ودابا من بعد ما بسطو غادي نخليه يبرد في حراره المطبخ حتى كيولي جامد. دابا من بعد ما برد وقسح غادي نهرسو لطريفات صغار. ثم غادي نقوم بوضع قطع النوغاتين في وسط بلاستيك يكون شويه غليظ او في وسط شي سربيته. غادي نخلي واحد 2 القطع باش كنزين بهم الكلاص في الاخير، وباقي النوغاتين غادي نهرسو ونهرمشو مزيان بالكاس او بالمهرز. ممكن كذلك تطحنوه في الميكسور، المهم انه في الاخير خاصو يكون بحال هكا، يعني ما غليظش بزاف وما رقيقش في نفس الوقت. دابا غادي نوجدوا الاطار اللي غادي نديرو فيه الكلاص. عندي هنا اطار بعرض 20 سنتيم، ممكن تستعملوا اطار كبر منه لاننا غادي نصاوبوا الكلاص بوفره. المهم اني من الداخل دهنته بالناباج باش كيسهل عليا اني نحيد الكلاص في الاخر لانه ما كيتحلش. ودرت ورق الطهي وتحت منه الالومنيوم وجمعته بهذه الطريقه اللي شفتوا. نمروا الان باقي المقادير. غادي نحتاجوا نصف لتر من كريمه الخفق النباتيه، واحد العلبه ديال نستلي كراميل. عندي هنا 2 الوراق ديال الجيلاتين بوزن 7 غرام. الا كان الجو ساخن جدا فاستعملوا 3 الوراق بوزن 10 غرام. غادي نحتاجو كذلك 4 المعالق كبار ديال الماء الوزن ديالهم 30 غرام. عندي هنا 100 غرام ديال سكر سنيده اللي هو كاس عنبه لاروب، واحد الساشي ديال النسكافيه تقريبا معلقه صغيره عامره، واخيرا 3 البيض ديال البيض. اذا نبدا على بركه الله. في اناء كندير بياض البيض كنضربو واحد شويه حتى كيرغوي حتى كيولي بهذا الشكل. دابا غادي نحط البيض على جنب وكناخذ كسرونه كندير فيها سكر سنيده وكنضيف عليها الماء، وكناخذ هذا الخليط كنديرو يطيب فوق نار متوسطه حتى كيولي كله فقاعات بهذا الشكل. ما خاصكمش تقيسوه بالمعلقه او تحركوه نهائيا حتى كيولي فيه الفقاعات بهذا الشكل هذا. دابا غادي نزولو من فوق البوطه وغادي نبدا نضيفو على بياض البيض على دفعات وانا كنطرب حتى كنحصلوا في الاخير على واحد المغانغ اللي كتكون كثيفه شاده في راسها. وكذلك كي كنقولوا كيكون منقار العصفور في الطراب بهذا الشكل هذا. وباش كتعرفوها كذلك مزيانه كتقلبوا الاناء وكتبقى شاده فيه. دابا غادي نوجد وريقه الجيلاتين كنهرسهم على 2 وكنديرهم في الماء بارد باش يطلقوا. ومن بعد ما كيرطابوا كنعصرهم مزيان من الماء وكنديرهم في كاسرونه باش كندوبهم على نار هادئه جدا. الا خفتوا تحرقوهم ممكن كذلك تذوبوهم في حمام مريم. غادي نوجد كذلك القهوه كنديرها مع معلقه صغيره ديال الماء بارد في اناء وكنخليها على جنب. وصلنا دابا للمرحله قبل النهائيه. غادي ناخذ اناء وغادي نديرو فيه كريمه الخفق اللي خاصها تكون بارده وغادي نطربها مزيان. خاصها تكون بهذا الشكل يعني ما قاصحاش بزاف. دابا غادي ناخذ جبانيه وغادي ندير فيها الكراميل وغادي نخلي منه واحد شويه للتزيين.
دائما فاش كنبغي نخلط الكريمه مع اي حاجه اخرى فما كنخلطهمش مباشره، ضروري ناخذ منها شويه باش كنخفوا الشكلاط او الكراميل عاد كنخلطوا مع بعضهم. الا كيبان لكم مزيان في الفيديو هذه الكميه اللي خليت للتزيين. دابا غادي نضيف على هذا الكراميل شويه من الكريمه، ثم غادي نخلطهم مزيان مع بعضهم باش كيخفاف ويتطلق وما كيبقاش قاصح. دابا غادي نضيف عليه القهوه وغادي نعاود نحرك. اللي ما بغاتش دير القهوه في هذه الوصفه فراها ماشي ضروريه، فقط هي كتعزز النكهه ديال الكراميل وكتزينو اكثر. دابا من بعد ما خلطت مزيان اخيرا غادي نضيف الجيلاتين اللي ذوبت. بالنسبه للمبتدئات فالجيلاتين ما خاصكمش تسخنوه بزاف والا غادي يمشي ليه المفعول ديالو، وغادي نخلطو مع الكراميل باش نتاكد انه غادي يكون في الكريمه كلها، حيت الا ضفناه مباشره على الكريمه يقدر يتعزل لنا في بلاصه واحده وما يتخلطش مزيان. دابا ضفت الخليط ديال الكراميل وغادي نضيف من وراه المورانغ اللي صوبت في الاول، ثم النوغاتين مفرشش، وغادي نخلي منه شويه للتزيين. ودابا غادي نبدا نخلط هادشي من اسفل لاعلى حتى كنحصل على واحد الخليط متجانس تيكون اللون ديالو كراميل فاتح. دابا غادي ناخذ المول وغادي نعمرو مزيان حتى للحد. دابا غادي نملس ليه السطح ديالو مزيان باش يكون مقاد، ولان هذا المول ما كيتحلش فخاصو يجمد مزيان قبل ما نديمو ليه، لذلك غادي نحطو في الثلاجه على الاقل 6 سوايع. من الاحسن تحطوه ليله كامله باش يتجمد لكم مزيان عاد ديمو ليه. بالنسبه للناس اللي عندهم المول كيتحل فماشي ضروري تتبعوا نفس الطريقه، غادي تحطوه في المجمد حتى يبان لكم شد في راسو وحيدوه. بالنسبه للكلاص المتبقي فغادي نحتاجوه للتزيين، فغادي نحطوه في اناء وغادي نحطوه في المجمد. من بعد ما جمد لاكلاص وحيدته من الاطار فاسمحوا لي اني ما قدرتش نصور ديك اللقطه. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش كي تندير فكناخذ منديل كنفزكو بالماء سخون وكندوزو على الاطار من الجناب، كندوزو غير مره واحده وغادي يتحيد لكم الاطار بكل سهوله. فكيف ما كتشوفوا بالنسبه للتزيين كناخذ هذه الاداه اللي كنصاوبوا بها كرات ديال لاكلاص وكنقد بها كرات وكنحطهم فوق منه. بالنسبه اللي ما عندهمش هذه الاداه فممكن يستعملوا بلاصتها معلقه كبيره او مغرفه يحاولوا يقادوا بهم كرات ويزينوا بهم. دابا من بعد ما عمرت فوق لاكلاص غادي ناخذ الكراميل اللي خليت للتزيين كنخفوه بشويه ديال الماء وكندير به خطوط فوق من الكرات، ثم غادي نزين بقطع النوغاتين وكذلك النوغاتين المهرمش اللي خليت كنرشو فوق من لاكلاص بشكل عشوائي. وفي الاخير كنزين بالبسكوي سيجار اللي كيعطي واحد اللمسه جميله للاكلاص. هاد لاكلاص مختلف على حلويات الكريمه اللي كنت درت لكم من قبل، فمن بعد ما كنصاوبوه ما غاديش نحطوه في الثلاجه عاديه، غادي نحطوه في المجمد حتى نبغيو نقدموه. وكيف ما قلت لكم الا كان الجو بارد فديروا 2 الاوراق الجيلاتين، اما الا كان الجو ساخن فمن الاحسن انكم ديروا 3 الورقات باش يبقى شاد لكم في راسو فاش تقدموه. وهكذا نكون وصلنا لنهايه تاع الفيديو. كنتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم. كالعاده اللي عنده سؤال تخلي لي في كومونتير ان شاء الله غادي نجاوبها عليه وبالصحه والراحه.